دام باش از لقمان بکسم عفرینیم لباجار امستردام و هولندا جیانا خدر باستکم از خوازم جوارا پرچاکی جرومانا الثورة الموؤودة يا مستعلي كالو بخيلم. اللاجئ في حالة رعب دائم، فلا يعلم ماذا ينتظره في المستقبل ومتى سيقول له صاحب العمل لا تأتي غدا فلم أعد بحاجة إليك. لا يعلم متى سيقول له صاحب البيت أريد بيتي لأنني سأزوج ابني وأسكنه فيه. يخاف من الشائعات التي يتداولها الناس بأن الحكومة التركية ستعيد اللاجئين إلى سوريا. أصبحت فكرة العودة إلى الوطن مخيفة. يا لسخرية القدر عندما تصبح الأوطان مصدر خوف للمواطن. الإحساس بالقهر يزيد من ألم ظهر شورش، فحمله ثقيل، عائلة في الداخل وعائلته مطلوبتان منه وليس له سوى يدين متعبتين. يفكر وهو في حالة اليأس هذه أن ينضم مثل غيره لإحدى جمعيات الإغاثة التي أصبحت مصدر ثراء الكثيرين والاغتناء على حساب المساكين من السوريين. اليأس يجعل الأفكار الخبيثة تغزو وتهاجم صاحبه لوهلة، فإن كان ضعيفا غير مشبع بتربية جيدة من بيته يستسلم ويخسر نفسه. ولكن شورش يتذكر كلام والده عن حالات كهذه، فقد كان يكرر المثل الكردي: إن كنت زانيا فلا تزني بأمك وأختك. هذا المثل يطرد الأفكار الخبيثة من رأسه ويستغفر ربه ويقول: لم أكن غنيا يوما. وحالة الفقر بالرغم من مرارتها جميلة عندما تكون صاحب ضمير، لأن الثراء الحقيقي في النفس. لذلك سأبقى كما أنا ولن تتسخ يدي بالمال الحرام وليحدث ما يحدث.